السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد من برنامجنا من هنا نبدأ. قبل أسبوعين تقريبا وأنا يعني أفكر في موضوع هذه الحلقة. تواصلت مع أخت تعيش في إحدى الدول الإسكندنافية، وكان في على ما أعتقد في عيد الفصح، في عيد كان عيد الديانة المسيحية. فتقول إن ابنها يبلغ من العمر تقريبا 20 عام، وكان سايق السيارة في الليل وخارج، كان يوم العطلة. تقول الشرطة وقفته في الطريق، ويعني يسألوه يعني أنت متحرك في وقت متأخر من الليل، يعني الإجراءات المتعارف عليها من قبل يعني الشرطة وكذا. والأكثر أنا توقفت في نقطة اللي هي عندهم الكشف إذا كان هو متعاطي كحول أو أي نوع من الأنواع اللي هي الخمور يعني. فالسؤال لماذا هذه يعني هذا الاهتمام؟ ويعني إيش الهدف في حين أنه يعني هو غير أشياء مباحة في تلك الدول يعني. فتقول إنه لأنه ممنوع عندهم في أيام العطلة، خاصة إذا كان سبت وأحد أو أيام العطل الرسمية. ممنوع إن الواحد يخرج في وقت متأخر، لأنه ربما هذا الشخص يعني إذا هو كان في غير وعيه، تقول ممكن يرتكب يعني حادث ويكون هو سبب في يعني قتل من البشر عموما، يعني اللي هي في مجملها هي المسؤولية الاجتماعية. فتوقفت يعني قلت سبحان الله، إذا كانوا نحن ديننا يأمرنا بهذه الأشياء، وليس فقط يعني الدين الإسلامي الدين الحنيف هو عمل على حماية الأسرة وحماية المجتمع، وسنها يعني تشريعات وقوانين من أجل حماية الإنسان يعني. وهذا الموضوع اللي هي موضوع المسؤولية الاجتماعية حقيقة من المواضيع اللي الكل يمكن يعني يشتكي منها بجزئية معينة أو بشكل أو بآخر، يعني كل واحد مننا تمس هذا الموضوع. يعني المسؤولية الاجتماعية لماذا هي مهمة؟ وليش نحن نتحدث عن موضوع المسؤولية الاجتماعية؟ لأنها تتعلق بكائن الإنسان. يعني المسؤولية الاجتماعية هامة لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بالإنسان. والله سبحانه وتعالى يعني ميز الإنسان عن سائر المخلوقات بهذه المسؤولية، والله سبحانه وتعالى حمله هذه الأمانة، ونحن تحملنا أمانة الاستخلاف في الأرض وتعمير الأرض، ونحاسب على هذا الأمر. النقطة الثانية، الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بعدة أشياء، وزوده بالعقل والإرادة والحرية. يعني لو قارنا أكرمكم الله الحيوانات ما تمتلك هذه اللي هي خصائص، ولو كانت تمتلك جزء منها الحرية مثلا، لكن هذه الخصائص يعني خاصية العقل، خاصية الإرادة. أنا يعني سبحانه وتعالى لي مطلق الحرية أن أنا أتخذ ما أراه، لكن أحاسب على هذا القرار، أحاسب على هذا التصرف. الشيء الآخر المسؤولية الاجتماعية يعني يترتب عليها أشياء إيجابية وسلبية اللي ذكرناه مثلا الآن في الموقف. إذا الإنسان هو يسير في الطرقات دون مراعاة حقوق اللي هي ضوابط القوانين المرور، إذا أنا يعني أتعامل في بيتي مع أسرتي مع أبنائي، إذا أنا كنت موظفة غير ملتزمة بالأشياء اللي المفروض أنا أقوم بها، فبالتالي حتكون هنالك عواقب سلبية. يعني أنا أخفقت في حقي، يمكن يكون سبب في عدم استمراري في الوظيفة، سبب يكون في قطع يعني التوترات المشاكل، يؤدي إلى التفكك الأسري، ويؤدي إلى كثير من المشاكل، يعني ليس فقط في إطار الأسرة، لكن هذه المشاكل كذلك تنعكس على المجتمع. مثال على ذلك المسؤولية القانونية. إذا الشخص ما يلتزم بدفع الفواتير، يدفع إيجارات، يدفع كل ما يتعلق بهذه الالتزامات،
حيكون في مشكلة في إنه هو أول تعدى على حقوق الآخرين، يعني يمكن يؤدي به إلى يعني يكون في السجن. والأسوأ من ذلك أحيانا في بعض الإخوة يعني إن هم من هذه السلوكيات الخاطئة عدم تنظيم الصرف، مشكلة في مسألة اللي هي عندهم مشكلة اللي هي عدم تنظيم حتى الجانب المالي، يترتب عليه كثير من الأشياء. وتجد إنه أسمع قصص كثيرة إنه الأخ لو توفى وترك ديون لا حسرة لها، من يتحمل هذا الأمر ومن المسؤول؟ يعني من البداية نحن هل كنا متوازنين؟ هل كنا نحن نعطي الأشياء ونأدي الأمانات في وقتها؟ والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون من بداية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم يعني يمكن نهاية هذه الصفات الأولى اللي هي تقريبا 8 صفات، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يعني الأمانة والعهد نحن نراعي أمانة الأبناء، مسؤولية الأبناء، هي مسؤوليتنا اتجاه الوظيفة، مسؤوليتنا نحن كمواطنين، مسؤوليتنا نحن كجزء من هذا المجتمع ننتمي إليهم. نقطة أخرى اللي هي موضوع المسؤولية الاجتماعية تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى النجاح والتفوق. والشخص اللي يتحمل المسؤولية دائما تجده يعني عنده تطلعات، وكما يقال يعني هنالك قاعدة كل ما كثرت مسؤولياتنا كل ما يعني أصبحنا نحن أنجزنا أشياء في هذه الحياة. فإذا أنا كنت أريد حياة جميلة، حياة فيها شيء من الاستثنائية، لابد أن أتحمل هذه المسؤولية. وكل ما كثرت المسؤوليات كل ما أنا ارتقيت، إذا كنت في الوظيفة ارتقيت في المستوى العلمي، ارتقيت في مستوى حتى في مستوى علاقاتي، لأنه تحمل المسؤولية تنظم كثير من الأمور حياتنا. يعني أنا تحملت مسؤوليات اتجاه بيتي، اتجاه أبنائي، واتجاه تربيتي لأبنائي، فحتشعر إنه يعني قمت بواجبي أنا كأم. أنا يعني مثلا أراعي أبنائي، أرتب يعني وضعي كأنا كزوجة كأم في هذا البيت، وكذلك مسؤوليات اتجاه عملي، اتجاه وظيفتي، اتجاه المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي انتمي إليها. ففي واحدة يعني واحد من الأخوة، وأثناء نحن كان عندنا برنامج، فهذا الأخ سبحان الله عاش في إحدى دول الخليج، يقول لي هو نقل لي تجربته يعني بلسان حاله. يقول أنا كنت أعمل في شركة، كنت مجرد موظف، فقال لي أنا يا دكتورة حسيت إنه يعني عفوا هو كان عامل في هذه المؤسسة، يقول لي حسيت الكل موظف، وهذا مدير وهذا السكرتيرة ونائب المدير وكذا، أنا يعني ليه ما أكون أنا زيهم؟ إيش اللي ينقصني؟ يعني معناها يعيد بدأ يفكر في أمره. صحيح هو قد تكون ظروف أسرية، ظروف مادية ما مكنته يعني يكمل المرحلة التعليمية، لكن إحساسه بالمسؤولية تجاه ذاته تجاه نفسه، يعني أشعاره أنه لابد أن أتخذ قرار، لابد أن أنا أحل هذه المشكلة، وبدأ يدرس مسائل. يقول أنا كملت الفترة المسائية اللي هو عن طريق يعني يدرس يعني في المدرسة، بعد الدوام يرجع يلتحق بمدرسة، كمل مرحلة المتوسط والثانوي. والمفاجأة أنه هو دخل في يعني درس هندسة في إحدى الدول الأوروبية، والأكثر من ذلك أنه هو بعد البكالوريوس كمل الماجستير في مجال الهندسة. فهذا نموذج للشعور تحمل المسؤولية. أنا عندما أتحمل المسؤولية يعني أكون مساهمة في ارتقاء المجتمع، وارتقاء المجتمع من ارتقاء الشعوب. يعني حقيقة نحن كلنا لنا دور في مجتمعاتنا، في أسرنا، ونساهم نحن بشكل إيجابي أن نتحمل مسؤوليتنا. والأبناء اللي ما يتحمل المسؤولية حقيقة نحن كنا خرجنا إعاقات في المجتمع، وبالتالي الطفل يتعود مثلا ما يتحمل مسؤوليته داخل بيته، وحينعكس ذلك في المدرسة. من ضمن التحمل المسؤولية في البيت مثلا المحافظة على المحافظة على موارد الأسرة، الاهتمام بالوسائل في البيت، يعني ما يكون في إتلاف للأجهزة. يعني تقول واحدة من الأمهات تقول لابن يعني يقفل باب الغسالة والثلاجة يعني بشكل عنيف جدا. فهذه السلوكيات تنعكس حقيقة في أشياء كثير، يعني مسألة يعني هي قضية مركبة،
يعني ينتج عنها آثار يعني تكون لها عواقب وخيمة. ونحن بدورنا نحن في هذا المجال وفي هذه المؤسسة أو في هذه المنصة نطرق مثل هذه المواضيع، لأنه تعتبر هي من المواضيع الهامة جدا والملحة على الأسرة، أنه كيف تربى أبنائها، كيف تهتم بتربية أبنائها، في أنه تحملهم المسؤولية من سن مبكر. مثال مثلا إذا كنت أنا كأستاذة، حتى أنا أكون قدوة بالنسبة لهذا الطالب، لهذا الابن، إذا الأستاذة من وقت مبكر سلمت خطة الدرس، الالتزامات يعني المفترض هي تلتزم بها، فتكون هي نموذج للأستاذة المواظبة، الأستاذة النموذجية، اللي هو الأبناء الطلاب يتعلموا منها، يقول ما شاء الله الأستاذة تأتي في الوقت وتأدي حصتها في الوقت، وهي مشرفة على الطلاب وقائمة بمسؤولياتها بشكل صحيح. ويعتبر يمكن في نهاية جزئية هذا الموضوع، يعتبر الإسلام هو الحاضنة الأساسية. الله سبحانه وتعالى يقول فوربك لنسألنهم أجمعين، يعني هذه المسؤولية يعني الدين الإسلامي حث عليها، وهي تعتبر الحاضنة الأساسية. وكذلك كثير من الأحاديث السنة النبوية، يعني كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، ذلك أضعف الإيمان. كل هذه الآيات والأدلة يعني توضح لنا أهمية المسؤولية الاجتماعية، وإلى أي مدى له آثاره وله نتائجه على المستوى الفردي والمستوى العام. وإن شاء الله يعني نتحدث في الحلقة القادمة متى نبدأ نعلم أبنائنا المسؤولية الاجتماعية. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.